دايما مهما حصل معاك تقدر تبدأ من جديد، وطول ما انت عايش بالنسبة لك هيبقى اغلى حاجة عندك هي وقت. لو انت اول مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس واعمل الفيديو ده لايك، ونبدأ فيديو النهاردة. الموسم الجديد فاضل له بالكتير قوي شهرين ثلاثه ويبدا. في لعيبه كتير لسه ما بداتش ولسه مستنيه وتقول انا هبدا السنه الجايه ومفيش وقت. لا، في وقت، تقدر تبدا النهارده او تبدا بكره. طول ما انت فيك الروح انت تقدر تعمل وتبدا من اول وجديد. ولو فشلت مره انت لسه عندك فرصه تبدا تاني من اول وجديد، بس لما تبدا بخبرات انت كسبتها قبل كده. يعني هتبدا وانت عندك حاجات تقدر تخليك تعدي من الحاجات اللي فشلت بيها بكل سهوله، لان انت كونت خلاص خبرات هتقدر تتصرف بيها في المواقف دي. فاحنا عايزين نكون مع نفسنا بنعرف نتكلم كويس وابقى عارف امكانياتي كويس، لان انت معظم كلامك السلبي مع نفسك حتى لو بطريقه مش مقصوده فده بيأثر عليك، بيخليك ان انت تقف في مكانك. لازم تبقى عارف حجم قدراتك، ولازم تبقى عارف ايه مميزاتك وايه عيوبك وتشتغل على ده. طول ما انت خايف ان انت تاخد الخطوه او عايز توصل لحاجه من غير ما تبذل مجهود، انت عمرك ما هتوصل لاي حاجه. معظم الناس اللي احنا شايفينهم دلوقتي معمل لهم عقود بالشيء الفلاني بيلعبوا في انديه كويسه جدا، ده بسبب ان هم تعبوا. في لعيبه كتير بدون ذكر اسامي، اللعيبه ديت كانت بتسافر لوحدها وكان ممكن ينام على الارض، وكان ممكن يكون مش معاه فلوس اصلا مواصلات او يركب عربيه، ومع ذلك هو كان بيعمل اللي عليه. مش شرط ان انت تبذل مجهود وخلاص، لان انت المجهود اللي بتبذله ده لازم تكون بتبذله بذكاء. انا مش لازم اكون بعمل مجهود وخلاص، لا، انا ايوه المجهود مطلوب وكل حاجه، بس لازم يكون المجهود ده طالع منك بذكاء. انا هتصرف ازاي، انا ايه اللي ناقصني، انا هشتغل على ايه. كل الحاجات دي هتفرق معاك جدا. زائد ان انت لازم تكون حاطط لنفسك هدف، بس مش هدف كبير عليك. ولو انت شايف الهدف اللي انت عامله ده كبير عليك، انت هتبدا تجزأ ده لاجزاء صغيره وتبدا تشتغل عليه حاجه حاجه. وفي حاجه مهمه جدا بتفرق معانا احنا كبشر، ان انا لما بتكلم عن حاجه او بقول انا هعمل كذا انت بتحس من جواك برضا، ونفسك بتبقى بالنسبه لك خلاص ان انت انجزت المهمه دي او عملتها. فاحنا برضه لازم ناخد بالنا من حاجه زي كده. ولازم برضه طول الوقت نفكر نفسنا ان انا لو عايز اوصل لهدف كبير او ابقى لعيب كوره كبير او مشهور، انا محتاج اشتغل على نفسي كويس جدا، ومحتاج يبقى عندي صبر، وفي مجهود كتير هيتبذل، وفي ان انا ممكن اوقات كتير قوي اضحي بحاجات تانية. زي مثلا ان انا في حاجه بحب اعملها او بحب اخرج او بحب مثلا اتفرج على حاجه معينه، فانا هبتدي اضحي بده عشان استثمر في وقتي في التمرين او في ان انا بتعلم حاجه جديده. طول ما انت منظم وقادر تشتغل على نفسك وبتكلم نفسك بطريقه ايجابيه هتوصل لحته تانية خالص. وفي كمان مشكله كبيره جدا بنشوفها عند اولياء الامور. احنا طبعا كلنا متفقين ان ولي الامر بيشوف ابنه طبعا افضل حد ونفسه يشوفه من الناس الناجحه او حد محقق حاجه كبيره. بس في حاجه بتفرق معانا صغيره قوي، ان انا مش عارف اتكلم مع الولد كويس، او ان انا دايما بحسس الولد ان هو حد جامد او ان هو مش محتاج يشتغل، لدرجه ان في اولياء امور يقول لك انا ابني في المنطقه او في المدرسه عنده مسمينه ميسي، والولد موهوب وينفع يبقى لعيب يلعب في المنتخب او يلعب في نادي كبير. فبيبدا ياخد الولد يروح بيه اختبارات. الاختبارات دي بتبقى يعني نادي مثلا بيلعب في الدوري الممتاز، فالفرقه بالتالي بتكون قويه جدا، وممكن يكون الولد جاي مش جاهز فبيروح ينزل الاختبارات فبيفشل. فوالده بيقول له ان انت ما رحتش النادي ده بسبب الواسطه. فبيبدا الولد يكون في دماغه اول حاجه ان هو فشل، تاني حاجه ان الموضوع كله قايم على الواسطه. وهو الموضوع كله مش كده. ممكن يكون في انديه بتاخد لعيبه بفلوس، وفي انديه بتاخد لعيبه بالواسطه او العلاقات او ايا كان، بس برضو في ناس بتتاخد بسبب ان هم واقفين على رجليهم كويس وان هم قادرين يقدموا حاجه افضل من اللعيبه اللي موجوده في الفرقه فبيختاروها في الاختبارات. فده لازم نكون متفقين عليه. فانت كولي امر لازم تفهم الولد ان مش كل حاجه هو افضل حد، لا، انت لازم تعرفه ان هو محتاج يشتغل على نفسه في شويه حاجات، لان الولد هيبدا يكون في دماغه ان هو خلاص ده بالواسطه، يعني مش محتاج يشتغل، يعني اللي هو وصل له ده بسبب الظلم ده، او بيبدا يحس ان هو حس بفشل ان هو مش هيقدر يعدي حاجه زي كده، فبيبدا يبقى في حاجز بينه وبين ده. مع ان الاختبارات دي انت لو فشلت في نادي انت قادر تروح حته تاني وقادر تبقى افضل. دي حته بتاعت اولياء الامور. في بقى حاجه تلاقي لعيب يقول لك انا
هروح اجرب حظي وهنزل اختبارات في مكان معين وهشوف هل انا هنفع فيها ولا لا. هو مفيش حاجه اسمها كده، وكل اللي انت بتعمله ده تضييع وقت. حتى لو الموضوع نجح معاك او مشي معاك ورحت ونزلت الاختبارات وكده ولقيت ان انت مش يعني اختاروك وما قالولكش لا مش عايزينك وكده، فانت دي مشيت معاك بالحظ. بس معظم او 90% من اللي بيروحوا اختبارات ويقول لك اروح اجرب اصل انا احسن من فلان او بتاع، في حد غيرك اشتغل على نفسه. انت ممكن كمان تكون انت رايح اختبارات مكان بعيد عليك او سفر وانت مش جاهز، فانت بتضيع على نفسك فرصه كبيره، وكمان انت بتحسس نفسك بالاحباط، ما بتقدرش ان انت خلاص انت خلاص بقيت ساخط على الاختبارات، انت خايف لان انت رحت جربت قبل كده فشلت بسبب ان انت ما كنتش واقف على رجلك كويس ورحت قلت اما اجرب او اشوف حظي. فهو الموضوع كله مش بيمشي كده. فاهم حاجه ان انا اعرف امكانيات نفسي، اعرف اتكلم مع نفسي كويس. اهم حاجه ان انا كولي امر اعرف انبه ابني او اعرف اكلمه اقول له انت محتاج ايه او محتاج تشتغل على ايه. الولد ممكن يكون فعلا موهبه وكل حاجه، بس هو في شويه حاجات ناقصاه محتاج يشتغل عليها. فما فيش حد فينا هيوصل بالطريق السهل، او انت ممكن تشتغل بذكاء وتبذل مجهود وبرضه هتوصل. فانت لازم تبقى عارف قدرات نفسك وعارف انت اولك ايه واخرك ايه. شويه النصايح دول انا وانا صغير كنت محتاج اسمعهم، لان في حاجات او في ظروف كتير قابلتني وانا بلعب وانا صغير، كانت عندي شويه حاجات انا مش بطور نفسي فيها، فلقيت نفسي ان انا وقفت عند حته معينه. مع ان طبعا يعني كان معظم الولاد اللي في جيلي او الشباب اللي زيي حلمهم ان هم يطلعوا لعيبه محترفين بيلعبوا في انديه محترمه والكلام ده كله، وده كان حلم عندي. بس انا ما اشتغلتش بذكاء او ما كانش في حد يوجهني في شويه حاجات ناقصاني. في نفس الكلام اللي انا بتكلم معاكم فيه ده انا كنت محتاج اسمعه، كان هيفرق معايا جدا. كان في وقت وكان في كل حاجه وكنت بشتغل وببذل مجهود كبير، بس مش بذكاء او مش في الحته اللي تخليني بعدين اسبق ناس في نفس الجيل بتاعي. اللي فرق بين ناس تاني غيري ان هم في حد وجههم او هم اشتغلوا على الحاجات اللي هم محتاجينها وكانوا بيكلموا نفسهم باسلوب ايجابي. فانا دلوقتي بنقل لك حاجه انا عشتها، والموضوع ده ممكن نتكلم فيه تاني. لو في حد عنده اي سؤال في الموضوع ده ممكن يسيبه لي في الكومنت تحت وهرد عليه. ولو انت اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس، وفي فيديوهات كتيره نتقابل فيها الفتره اللي جايه. سلام.